بعد ما الفيديو جاب نص مليون مشاهدة في 24 ساعة على الفيسبوك، أنا قررت أنزل معاكم أساسيات اللانش بوكس. أول حاجة لازم اللانش بوكس يكون مشبع. الولاد بيقعدوا 7-8 ساعات بره البيت، فلازم أحط الكمية المناسبة ليهم. وأهم حاجة الأكل اللي هم بيحبوه عشان أضمن إن هم ياكلوه كله. طبعا تاني حاجة لازم يكون في شوية خيارات صحية زي الخضار والفاكهة، حتى لو الفاكهة دي فيها شوية سكر زيادة لكن هتديهم طاقة لأن يومهم طويل ومرهق ومحتاج تركيز. طيب تالت حاجة بقى إني لازم أحط لهم شوية مكافآت من اللي بيحبوها، سواء بسكوت أو سناك كنوع من أنواع المكافأة في اليوم. مش لازم كل الخيارات تكون صحية، بس لازم يكون في حاجات من اللي هم بيحبوها ويختاروها. أنا هنا حبيت أعمل لها أول يوم أكتر ساندوتش هي بتحبه. هي بتحب اللانشون جدا، مع إن بالنسبة لي خيار غير صحي، بس أنا بقى بكمله بخيارات صحية. حطيت اللانشون عليه جبنة كريمي وشوية جبنة شيدر وموتزاريلا مش كتار، وحطيته في الساندوتش ميكر لحد ما يتحمص. ده الخيار الغير صحي اللي هي اختارته. أنا بقى بالنسبة لي الخيار التاني حطيت جبنة بيضة عليها شوية زعتر وزيتون، وأنا كده عملت توازن بين الخيار الصحي واللي مش صحي. وطبعا حطيت خيار وجزر، والفاكهة المتاحة كانت العنب والبلح، والاتنين بصراحة بيدوا طاقة وهي بتحبهم جدا. حاجة سهلة وبسيطة وما أخدتش معايا وقت. ودي من أساسيات برضو اللانش بوكس، إنه لازم يكون سهل وسريع خصوصا لو بتحضريه الصبح بدري. عايزة أقول لكم بقى اللي عندها أي أفكار للانش بوكس ممكن تبعتها لي، وأنا هصورها وانزلها عشان كل الناس تستفيد من أفكار بعض. انا عايزه اقول لكم ان احنا هننزل افكار كتير لللانش بوكس، خصوصا للامهات اللي بتعاني مثلا من حساسيه الالبان لاولادها، او مرضى السكر عشان ليهم لانش بوكس خاص، او مرضى حساسيه الجلوتين. كل ده بيبقى محتاج افكار لان الولاد بيبقى اكلهم محدود جدا. انا هشارك معاكم كل اللانش بوكس اللي احنا هنعملها، ولو انتي عندك افكار كمان خصوصا اللي انا قلتهم صوريها لي او ابعتيها لي وانا هصورها بالتفصيل وهنزلها عشان نساعد بعض. كلنا بنبقى عندنا حيرة ومش عارفين نعمل ايه. انا بطلب منكم ان انتوا تقولوا لي. انا باجي كده في اوقات صدقوني الصبح مبقاش عارفة اعمل ايه من كتر ما الولاد مش عايزين، واحنا ده كلناه امبارح وكلناه النهارده. فدايما لما بيكون في افكار بتساعدني وتساعد غيري. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. كل سنة وانتوا طيبين. باك تو سكول، سنة دراسية سعيدة.